الشيخ. معي الأخ عايد من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين على محمد وعلى آله. شيخنا الكريم، أنت عايد أولا، أنت عايد ولا حسن؟ أنا عايد وأنا حسن وأنا هسرو وأنا عمر، أنا عراقي. تفضل الشيخ من الإجابة عني. تفضل. لماذا أنت تفصل الاتصال؟ تفضل. لكن إذا بدأت المداخلة أو الاتصال بكذب فما يأتي بعده مشكلة، لا يمكن أن نقبله. أخي الكريم، أنا لست أكذب، ولكنكم عندما أقول لكم حسن تقطعون الاتصال، عندما أقول لكم هسرو تقطعون الاتصال. تفضل. أنا أريد أن جواب من الشيخ، ورجاء لا تتجاهل أسئلتي. كل مرة تتجاهل أسئلتي ولا يجاوب الشيخ الكريم، لأنها مغرضة وليست حقيقية يا حسن يا عمر يا عايد. أخي الكريم، السؤال لك الآن. تفضل. ما هو موقفكم من الخليفة الأموي يزيد وما فعله في كربلاء؟ يزيد بن معاوية أمير المؤمنين، بايعه المسلمون بعد وفاة أبيه بيعة شرعية، بايعه المسلمون بعد موته بيعة شرعية في آخر العهد له من أبيه، واتفق المسلمون على بيعته، فهو خليفة وإمام من أئمة المسلمين ولا شك في ذلك. أحسن. والآن شيخنا الكريم، ألو. نعم. والآن شيخنا الكريم، فما موقفك في قول الذي ذكر في مسند أحمد وذكر في صحيح البخاري وكل الكتب أن الحكم بعد رسول هذا الإمام الحسن 30 سنة، الحكم 30 سنة ثم يصبح ملكا عواضا، ويقول لا يجوز الحكم للطلقاء ولا ابن الطلقاء؟ مش واضح سؤالك، مش واضح. هنالك حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجوز الحكم لا للطلقاء ولا لابن الطلقاء. ما له أصل. معاوية رضي الله عنه وأرضاه من اسم فتحه، هو صحابي جليل وأول ملوك الإسلام، أبو سفيان من خيار الصحابة. كل هؤلاء من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا السؤال الأخير لك وأختم مداخلتي. ألم يقول الرسول الكريم يا عمار تقتلك الفئة الباغية؟ أليس معاوية باغي؟ باغي؟ إيه. لا، معاوية إمام عادل ليس باغي. إذن الرسول يكذب؟ إمام عادل رضي الله عنه وأرضاه. أول إمام عادل، أول ملوك الإسلام رضي الله عنه، كاتب الوحي، خالد المؤمنين. لا يجوز أن يكون في قلبه غل على معاوية ولا على ابنه. يجب أن نحبه، معاوية صحابي جليل نحبه لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين وأمانة. إذن هل الرسول لا يكذب؟ حاشا وكلا. إذن كيف قال عمار قتله معاوية؟ إذن معاوية باغي؟ أبدا لا، حاشا وكلا. من قتل عمار بن ياسر؟ صحابي جليل من سب معاوية فقد أخطأ الرسول. من قتل عمار؟ يا أخي معاوية صحابي جليل لا إشكال. من قتل عمار بن ياسر؟ ما دعني في هذا الشيء. معاوية إمام جليل. لا تهرب. من قتل عمار بن ياسر؟ تخسى يا كذاب يا حقير. سماحة الشيخ أعطاك من وقته ما لا تستحقه، فكيف تقول عن أنه يتهرب من إجابتك؟ أنت لست أهلا للمداخلة وللحديث والاستماع إلى سماحة الشيخ. أنت بهذا تقر أن متى ما أعطيت الفرصة يعني تكشر عن أسنانك العفنة وعن وجهك القبيح، كما أنتم دائما أيها الرافضة في فسقكم وكفركم إلا من رحم ربنا جل وعلا. هذا دليل أيها الإخوة الكرام، عندما أعطي الفرصة بدأ في التجني، بدأ في الخروج عن الأدب وعن الذوق وعن الأخلاق مع العالم الجليل ووالدنا سماحة الشيخ. شكرا لسماحة الشيخ. السلام عليكم.